كيفاش داو قفطان القاضي؟ والله ما مصطفى كي تدخل الملف تاعهم نشوف اخي كاينين تصور هادوك. كاين كليك على التصويره هذيك اللي قاعده لابسه زعما قفطان خضر وفيه قفطان تاعنا تاع المجبود. كي تكليكي عليه تخرج لك من تحت باللي قفطان انسكري 2025 قفطان نطاع الفيسي صقلي. وميم خيط الريح انا على هذيك طلعت. او الصندوق خوت نعزو منه. وكي تروح تصور هذوك اللي مصورين فيها قاعيتك كاتبين قفطان الخنجر، قفطان البهجه، قفطان ما على باليش كاع انسكري 2025. معناتها هذو راهم مسجلينهم كخياطه وفن. ايه بصح خويا ماشي تاعك هذاك اللي انا راني مسجل هذاك. وعلاش انت كي تكون تخيط معناتها تاعك؟ يعني انت عندك انت حانوت بالي، عندك نتايا عندك اون سيرفاس ديرها اون كونفيكسيون. يعني انت كي تكون خياط هذاك الشيء اللي خيطته تاعك؟ لا خلاص معنا انت ما عليك غير دير هكذا. شوف كي تدخل جوجل ما عليك غير دير هكذا. تحب تعرف تعمل؟ روح هنا هاوليك اكتب غير هكذا كافتون الجيريا يونسكو. هاي الصورة اللي تخرج لك مباشرة. ها كي تضغط تضغط هكذا واش يخرجك؟ يخرجك الصورة هذه. معليش زيدو نشوفوا الاسم واسمه. شكون اللي هبط خوتي؟ تيتر اون فرونسي كافتون برودي ومجبود. عنده هكذا. نوريك المروكي كيفاه سجل. دوك نوريك المروكي كيفاه سجلها في اليونسكو. هاك تشوف. هاو المروكي واش داروا له في الدوسي تاع القفطان تاعو. اسمع تشوف. هاوليك اسمع تشوف دقيقة. هزوا من الصندوق واشتركوا في القلب وفتح الصندوق. ايه هزوا الصندوق واشتركوا في القلب. ربي يحفظك يا هشام. ها واش داروا له هو. شوف لي واش كاين في الصورة. بالي معاك. وي انا نشوف الصورة تاع الملف وشنو هي. البريبر وفي تاع الجزائر واش كاين. سنا نشوفوا الجزائر كي واش داروا لهم. هاي الجزائر الصفحة الرسمية تاع اليونسكو واش داروا لهم. واش راك تشوف نتايا؟ ماشي كيف هذه 2024 العام اللي فات. هاي الصورة تاع الجزائر في الصفحة الرسمية تاع اليونسكو وهما داروا لهم الخياطة. هاهي تاعهم هاد العام الخياطة. فهمتك خويا مصطفى فهمتك. فهمتني. فهمتك بصح كي تروح للتصاور اللي راهم حاطينهم ما يهمكش انت. شوف دوك كي ندير لك انا ندير لك صورة. اسنى تشوف خويا بالي عباك دوك نفهمك. جماعة واوي العزيز دير ميوت خويا كي تلحق لك المداخلة ودير مداخلة. كاينة عفسة جماعة. صبرني دقيقة مصطفى باش نوضح للناس. دقيقة مصطفى دير ميوت الله يرضى عليك. ربي يخليك خاوتي. الله يستركم وانا نقدركم ونحترمكم. مصطفى هذا ماهوش هو اللي ماهيش مدايرته الجزائر هو المسؤول تاع القفطان. هو راه كيما انا وانت وغيرك من خاوتي اللي راهم انا في التيك توك. بمعنى خلينا يعني ما نسالوش هذيك الاسئله اللي ما عندها حتى معنى. يعني ماشي عليك بالي ولا يعني على اي جزائري تحكي شغل. كاينه وزاره، كاين دوله، كاين اي حاجه راهي هي اللي مسؤوله. حنا رانا قاعدين نبينوا لكم ونوريو لكم. هذا ما كان الشيء اللي ما داواش الشيء اللي داوه. واش راح نديرو حنايا؟ نطيرو؟ ما نقدروش نطيرو خاوتي. كمل مصطفى. هذه اللي حاب نقولها. لا على بالك لا على بالي ما ناخذكش موافقين مصطفى موافقين مع مصطفى حنايا. شوف خويا العزيز بالي شوف مليح. هذه سي لا باج اوفيسيال تاع اليونسكو اون فرونسي. هاي لك unesco.fr. هاي لك الصورة تاع نوفيل انسكريبسيون دو لا ليست كافتون ماروكان. راك تشوف الصورة؟ انا نشوف الصورة صحيت. وهذه تاع العام اللي فات تاع الجزائر. قول لي وشنو هو الفرق هنا نفس الصفحة. هنا يوري في الكوستيم تاعنا تاع الجزائر. ومن هيك
والهيك يوريو في الخياطه. الله يربح. هاك جاوبت على روحك. إذا دوك المروكي خويا بالي، دوك المروكي يحتفل عادي بالاسم، على بالك يحتفل عادي بالاسم. لا المروكي وري لي مروكي واحد يطلع يعترف لك باللي ان الصحراء الغربيه ليست مغربيه وهي اقاليم متنازع عليها في الامم المتحده. قول لي وري لي مروكي واحد يعترف لك انه فرنسا هي من ادرجت ملف العضويه تاعو في الامم المتحده في سنه 1956، مع انها بقرار اممي قدم من طرف فرنسا، وهذه الوثيقه تجيبها من المكتبه الرقميه للامم المتحده. روح قنع المروكي انت، روح قنع المروكي على انه ليس اسد. بارك الله فيك خويا مصطفى. خويا مصطفى حبيت برك نزيد نسقسيك، ما فهمتش علاه انا الصباح سمعتهم كي يديروا في الاخر تاعنا ما داروش طالع الملف، هذه اللي ما فهمتش علاه. باش بورتون كاين زعما هذاك حنا المجمود هم يقولوا سقلي، يعني هذه تاعنا ما قال انت راك تقول لي خياطه، هذيك حاجتي هذايا. فهمتش حنا ما داروش طالع الملف، هذه اللي ما فهمتهاش. وبلا الارشيف ما ارشيف فرغل خويا مصطفى، يعني كي تشوف الارشيف ما كاينش حاجه اللي تثبت باللي سيد كان عنده قفطان ولا يعرف يخيط قفطان، يعني ما كاينش حاجه اللي بصح شكون قال لك ما داروش طعن؟ سمعتهم الصباح كي داروا كي كانوا يهضروا قبل ما يفوتيو على الملف. باليس شكون هما مراركه ولا تاعنا؟ لا لي جوغي. الصباحي كانت مهوله بالي خويا، الدنيا كانت مقلبه ما صباح. انا واحد من الناس صباح دار لي اكتئاب، والله غير دار لي اكتئاب من خاوتي على ايب. امين. بارك الله فيك خويا مصطفى وكثر خيرك، الله يحفظك العزيز. صحيت بالي العزيز، ربي يسترك خويا العزيز. السلام عليكم. اهلا خويا اسامه. خويا طاكيشي الزين، خويا مصطفى اللي في الكاست، والجزائريين والجزائريات الاحرار والحرائر، تحيه طيبه لكم كامل. انا باختصار خويا طاكيشي ماش حنمد حاجه جديده، ولكن اؤكد على بعض الامور. يعني خوتي الجزائريين يا خوتي خليونا ما تطلعوش ما تصرحوش اللايفات تاع المراركه، راهم كذابين، راهم خلاص جوجل سماهم لي بلو مالونات الشعوب الاكثر لؤما وكذبا فما انا المصدر تاعي دركا حاليا والله هو خويا مصطفى، هذا هو المصدر تاعي حاليا، وانا اثق في ابن بلدي اكثر من اي كان. انا نعرف المصادر اللي قاعد يجيب منها، يعني اثق فيه واثق بالكوادر تاع الجزائر. لا علينا. يعني شوف، مادام هو خلاص سجل تراثا جزائري، خلاص هذا هو الاصل، هذا واش حابين حنايا، واش حتزيد من اكثر من هك؟ الاصل احنا هو الاصل. اما المهاره كما كان يقول، نعم يعني حتى لاشين تقدر تخدم لك القفطان هذا، عندها المهاره عندها كذا. عندي صاحبي خويا طاكيشي، عندي صاحبي يخدم بالماشينات، يخدم طابعه المخرود، يخدم الطابع يعني مليح بزاف، ما كانش كيما هو. بعد اسبوع لقاه يتباع في السوق، هزوه، كاين جزائريين هزوه راحوا داو عاودوا خدموه كيفو بعد كيفو نفس التقنيه، يعني عادي، هذه شيء عادي. المهاره غير مختصه يعني محتكره على، يعني كما قلت قبل ضربت الامثله بالبيتزا وكذا وكذا. لا علينا، بصح المفيد خلي المروكي يفرح على بالانتصارات الوهميه. هكا دار مع تغريده ترامب، تشفاو عليها كي غرد لهم في التويتر، ماتوا بالفرحه، قال لك خلاص الصحراء تاعنا. في الاخر مازالت القضيه كما راهي، كما مؤخرا تاني الصحراء الغربيه ما دا والو. هكا المروكي عايش بالكذب، يفرح بالكذب. شاف الملك تاعو سيدوف شافوه في القمر، فرحان بالكذب، خليه يعيش في الوهم. حنايا الاصل وحاجه مليحه. شوفوا حتى المهاره هذه اللي يديروا بها المراكه راهي ماشي والله ما توصل للمهارات الجزائريات في الاتقان وفي الخدمه وفي التقنيه، التكنيك الاليه، كيفاش تطرز وكيفاش كذا وكذا، مستحيل يوصلوا لها، ما عندهمش سر المهنه. وانا من منبر هذا احث يعني خواتاتي الجزائريات ما ينعتوش سر المهنه تاعهم. على بالي كاين تقنيات مخفيه وكاين كيفاش ما تعتولهمش، هما قاعدين يخيطوا في القفطان بالماشينات
وبالخيط ماشي، وحتى القماش قاعدين يجيبوا فيه من الهند. حنا القماش تاعنا قطيفه، قماش اصل يعني ما يعرفوا له غير الجزائريات. فما ديروش دورات اونلاين هكا للبثوث مجانا. هذه يسموها سر المهنه. شوفوا المانيا كاش ما نهار دارت توطين الصناعه الالمانيه في بلادك ولا في اي بلاد، ما تخرجش سر المهنه المانيا. علاش؟ لانه هذا كما نقولوا هذا الشيء تاعها، التراث تاعها، حاجات تخصها هي فقط. كي تشوف انت صناعه المانيه تقول هذه المانيا، ما تقدرش تقول هذه بلاد اخرى. ما تنعتوش سر كما نقولوها الثعلب جامي يوري الجحر تاعو. هذا مكان بالكم. التراث لا يباع. التراث كما الحمد لله احنا في الجزائر عندنا ثقافه. القفطان هذا وكذا ما زلنا محتفظين به لينا، ما نبيعوهش. حتى الهدايا انا نقول من هذا المنبر ما تمدوش هكا هديه الجزائريه، ما تمدوش هذا الشيء. كيما المهراس كي تعز. خطره لقيت واحده خويا طاكيشي قالت جزائريه يعطيها الصحه، مسميه اسمها هنا في التيك توك التراث الجزائري. قال لها واحد بيعي لي هذاك المهراس، قالت له ما نبيعو، ناضت فيه تغشت، قلت له ما نبيعوهلكش حاجه تاع شغل هكا خلاص ما تتباعش. التراث لا يباع. هذا دليل على انه نحن اصحاب التراث. والمراركه راهم فقط يعني يبيعوا كلش، باعوا تراث، باعوا يحكموا التراث يبيعوه، وارضهم باعوها ما يعرفش ايش معناتها التراث هو. فالحمد لله هذا الشيء فينا احنا كجزائريين. ويعطيكم الصحه. وخويا نختم برك بكلامي خويا مصطفى، ماذا بك اذا تقدر اقتراح فقط هذا يرجع لك، كي نخلصوا اللايف مثلا تحطها عندك في البروفيل باللي الوثيقه هذه باللي خلاص مسجل انه تراث جزائري، وكل الجزائريين يهزوا الصوره يديروا كابتشير ولا ينشروها في فيسبوك في كل مكان. خلاص هذا وحنا نهضروا بالوثيقه بالدليل. شكرا خويا طاكيشي على المنبر على القصد. بالتوفيق ان شاء الله، ودائما رانا ندعموا فيكم. بالتوفيق، يعطيكم الصحه. الله يسترك. محمد واوي. السلام عليكم خويا. سلام خويا العزيز. مرحبا. الله يسلمك. حبيت برك نوري لكم دقيقة. جيت في السيت تاع اليونسكو. ايه دقيقة. كي تجي في السيت تاع اليونسكو هنايا راح تغوشاش مصطفى شوف معاه هاني جاي خويا. ونكتب كافتون، نكتب غير كافتون، ما نكتب الجيريان، ما نكتب ماروكان. هو شارش وش خرج ليه؟ يخرج لك الجيريان تاع 2012. ايه يخرج لك الجيريان تاع 2012. وكي نكتب ماروكان ياك قالوا ماروكان ما كانش تخرج لك اوكي ريزولتا دو ريشيرش. على بالي بها هذه باسكو ماشي داو الخياطه، ما داوش القفطان، هذاوش الناس ما فهموش. بصح روح دير كيما راك دير تشوف جوجل. واش نكتب؟ صح، اكتب كافتون الجيريان يونسكو. دير اوكي. صح، اهبط زيد، اهبط، احبس عاود طلع. هادي كليكي لي فوق. اهبط لي للعنوان تحت اون فرونسي على اليسار. واش راك كاتبين تيتر افير، تيتر اون فرونسي واش كاتبين؟ تروازيام لين مكتوب تيتر فرونسي واش مكتوب؟ كافتون برودي ومجبود افيك موتيف. خلاص. علاش عليك 2024؟ لا على بالي اني نفهم فيهم تما ماشي. لا وانا بالعاني درت ليكسبيريونس من عندك باش الناس تزيد تشوف، خاطش انا درت نفس الشيء درتها عندها 20 مينوت، قلت يزيدوا يشوفوها من عندك. خوتي اللي حاب يطلع خوتي اللي حاب يطلع يكتب طلعني نطلعكم خاوتنا. يعني هنا خويا دوكا نباركوا لهم احنا على هاد الورشه تاع الخياطه، بعد ما كانوا معروفين بورشه. اليوم راهم تعلموا حاجه جديده، وكيما واش صرا مع الصحراء الغربيه، هما ما يفهموا والو 10 في عقل. كيما كيف هم فرحانين بور ريان، ومن بعد باش يفيقوا.
شكرا لك، هذه شابه. هذه تاع بعد باش يفيق، عجبتني فيها. عمي العربي تفضل خويا. كيشي الخوات تسمعوا فيا؟ نسمعوا فيك رؤوف. دقيقه خويا. السلام عليكم. سلام خوتي، دقيقه الكلمه عند عمي العربي وديروا ميوت خوتنا دوك تلحق لكم الكلمه. تحياتي خويا تاكيشي، تحياتي خويا مصطفى، جماعه كامل اللي راهم معنا. انا الشيء اللي استغربت فيه كجزائري، المخزن يترك في لابروباغوند باش يغمض العينين للشعب نتاعو. هو القفطان باين باللي تسجل جزائري، واليوم حتى الانسان اللي جاهل يسمع مصطفى يفهم. الغريب في الامر اللي تكافى هو الشعب الجزائري. كذا اللي تكافى يعني اللي فهمتني هو الشعب الجزائري عيا يفهم اللي هادو راه دات غير الخياطه. باش يتكافى عمي العربي، والله ما تكافى الشعب تاعنا. لا هذا نقول لك عمي العربي، دوك نقول لك حاجه. شوف، لما تكون كاره ومديقوتي وماكش حامل هذا العباد، والله العلي العظيم غير مخك يحبس، ما توليش تخمم. هو بالفعل من الاخر والله العظيم انا واحد من الناس كي نقفل راسي ساعات من جهتهم ما نحبش نفهم. معزوله وطارت. انا كون لقيت نمحيها من الارض اخي بكل إيه. صراحه. شوف خويا تاكيشي، يخرج وزير الثقافه نتاعهم قبل ما يسجل القفطان نتاعنا، فهم مليح، يقول باللي انا رحت للجزائر ومصطفى ويقدر يخرج لا ديكلاراسيون تاعو، يقول لهم اتصلنا بالجزائر باش سوا ديزون نكتبوا القفطان ما بيناتنا. واليوم القفطان هاو باين باللي جزائري 100%. تبقى اليوم تخيطوا فلاشين ولا تخيطوا في لي زيتازيني ولا في لا سويس ولا في بلاصه اخرى، ولا يلبسوا واحد اخر فرنسي ولا صافي يدير باللي قفطان جزائري، ولكن ينجم يلبسوا، موش يعني نمنعوه. يعني شوف نروح ولا لا. شوف عمي العربي كي تكلمت على الوزير حبيت ندير واحد الفيديو ترد عليا انت ويرد عليا خويا مصطفى. هذا الفيديو واش يقول؟ هذا الفيديو هاوليك اسمع لي. نذكر وأحيي كذلك المغاربة موقف هيئة التقييم. نشكر وأحيي كذلك المغاربة على موقفهم. سعادة سفير المغرب قال بأن هذه لحظة حزينة، ولكن أؤكد لك هذه عيد نفهم على واش كانوا يتكلموا. تفضل عمي العربي كملوا، الا كان ما تعرفش نخليو الكلمه لمصطفى. هو شوف بكل صراحه، هو المغرب حتى كي وصل لسمو لينيس كل ثم بعد في اسمه كان خايف ما يتسجلش الشيء هذا ليهم هما. هذه واحده. ثاني حاجه ما استغليتش باللي السفير تاعهم كان مرتبك حتى في الهضره نتاعو، سوا ديزون موش يعني هضره دبلوماسيه، كان شغل يطاكي في سمو في الجماعه اللي راهي تما. المهم حنا نرجعوا لواحد الفكره برك خويا تاكيشي. حنا كي نروحوا لو ميزي دو لوفر كان القفطان الجزائري محطوط. كي نروحوا لو ميزي في لا سويس اون سويس كان القفطان الجزائري محطوط. ما نعرفش قداش القرن ملي شرات زوزت واحده ملكه في لا سويس وجابت لبست القفطان الجزائري. هذا ما يثبت باللي يعني احنا عندنا يعني ما خافوش من الحمر هذا. المشكل هذا لا بروباغوند هذه اللي رانا نشوفوا فيها سي اونيكمون للشعب المغربي باش يستحمروه اكثر من اللي راهم فهمتني ولا. هذه هي برك. ايبا لي زالجيريان خاوتنا يلفو با نروحوا في الفيد. حنا قفطان الجزائري وباين. روح لينيسكو واكتب دوك يخرج لك قفطان الجزائري. تبقى في الشيء اللي راهو يمشي درك ستيل بروباغوند كما داروا في الصحراء الغربيه كما لحظه عمي العربي الله يسترك. الاخت هاجر اللي قلتي الاخت الكريمه في الكومنتير على انه مصطفى كذب علينا حتى شبع. شوفي اختي الغاليه، من فضلكم اذا تشوفوا بانه حنا رانا هنايا باش نبردعوكم وباش نكذبوا عليكم وباش نحشيو لا دوك نفهمك وباش نحشيو لكم ونحشيو لرواحنا هكذا. اختي العزيزه راكي تباني قاريه
تروحي تطالعي انتيا على اليونسكو، تروحي انتيا تبحثي وتفهمي انتيا بفهمتك، وما يحشي لك حتى واحد وما يكذب عليك حتى واحد. داكور؟ عيب عليكم. وانا نقول لك من هذا المنبر مصطفى، اذا كنت صديقي صح وتعزني، من هذا اللايف هذا تاع القفطان والتراث الجزائري، ما تزيدش قاعد تدخل روحك صاحبي. اوكي؟ تكلم في المواضيع اللي باينه، مواضيع اللي واضحه، من تم لهيه ما تزيدش قاعد تدخل روحك في هذه الامور. والله يسهل، ربحت بلادنا رانا معاها، ما ربحتش بلادنا رانا معاها، والحديث قياس. باسكو هذا مصطفى هذا راني نشوف فيكم بلي بون، انا نتكلم باسكو هو تكلم في منصتي، كون في منصه اخرى ما ندخلش روحي. مي انا راني نقول لكم ربي يهديكم، ومام لايفات واحد اخرين تاع خاوتنا جزائريين اخرين، مام اذا كان اخطاوا، ماشي هذه هي الهضره هذه تروح عندهم تتهجموا عليهم. اي اخت او اي اخ، تفضل عمي العربي وسمحوا لي. ويا طاكيش انا والله يعني انا ما بقاش واش نزيد نهضر. بقات حاجه واحده على الناس هذه اللي راهي باريزومبل تطاكي في ناس كما خويا مصطفى وكذا. انا نقول لك اللي يكتب هذا ولا اللي ما عجبوش اللايف ولا ما حشمش ولا حاجه يخرج برك، يخرج روح اللايف نتاع دماغك وفهم على حساب دماغك نسيتو. هذا واش نقول مصطفى. شكرا عمي العربي. انا ما نقولوش يخرج، محروسه باذن الله دوموندي كاست دوك يطلعوك. انا ما نقولوش يخرج، وما نقول حتى واحد من ولاد بلادي اخرج، ولكن فقط احترموا نفوسكم وخلاص. ياني تفضل خويا اسلام، ريح معايا دوك تجيك الكلمه، دوك في عجاله تجيك الكلمه خويا ياني. مرحبا. رؤوف مرحبا. السلام عليكم خويا. هلا عبد الغني العزيز. هلا يعني والله انا عندي كاع الثقه في الجزائريين. علاه؟ باسكو حنا ماشي معروفين بلا بروباغوند كيما المراركه، كيما الصهاينه، كيما لي فرونسي. على بالك الحمله اللي جازت على الجزائر هذه الايامات، انا استنتجت بلي المراركه والصهاينه ولي فرونسي قبل حكايه تاع الصنصال غير الخرطي والخرطه كاع. راني نشوف في الفيسبوك هذوك الحماريكا صدموه كاع بلي فو كونت، رجعوا لوحدهم سيدهم ماكيس، رجعوا لوحدهم كارثه، باش فهمت، باش يبيبلي لي فوتو تاع العسكر تاع الصهاينه، يقول لك العسكر تاع القبائل وصوالح. كارثه. انا كلمه قبيلات قالها مصطفى، خويا مصطفى نستعرف به، قال لك لا بيتزا تاعنا ماشي تاعنا، تاع الطليان، بصح نديروها سي بون. يعني تفضل. داسيا وي تخدمها المروك ولا ما تخدمهاش داسيا؟ تخدمها المروك، ما تمونتي لي بنو ما يهمش تمونتي لي بنو ما تمونتيش لي بنو، ماشي ما يهمش. مي كاينين داسيا يخرجوا من المروك يا اخي. هذا يدل على انه داسيا مروكيه، رونو مروكيه. اي ماشي مروكيه، شركه فرنسيه. يعطيك الصحة. أنا واش قلت لك، أنا يا إنسان نخدم، جو سوي ان ارتيزون. الشرا تاعي معروفة بواحد الصنعة، بصح كي الدولة تاعنا كي عطات لها القيمة دخلتها للسونتر، ولاو كاع لي ولايات واحد أخرين يقدروا يخدموا الخدمة تاعي، بصح ولات ناسيونال، كيما هذاك القفطان ولا انترناسيونال. كيما دوكا انت كي تروح تشري تليفون تحوس على لوريجينال تاعو، تلقاه مخدوم في لاشين، تلقاه مخدوم. بصح الناس كاينين الناس اللي يحوسوا يشريو تاع الجزائر، ما يشريوش تاع المروك. المروك بلاد دوك نفهمك واش كاين. دوكا يا خوتي، شكون اللي حكمت يونسكو هذه؟ بنت ازولاي. شوفوا واش كاين. كي دخلوا الصهاينه المروك، دخلوا معاهم الكحالش، باش المراركه يشوف الكحالش ما يشوفش الصهاينه. وهذا واش صرا، المراركه ولاو يشوفوا الكحالش ما شافوش الصهاينه، ولاو يهضروا بزاف على الكحالش.
باش صهاينه بالعاني داروها لهم، دخلوا معاهم الكحالش صاينه باش المروكي يشوف الكحالش، باسكو الكحالش يباتوا برا يديروا كل شيء برا، وهذا واش صرا. هذا كاع اسمع يا سي تاكيشي، القفطان جزائري ما كانش ما لازمش الجزائريين يحبطكم المورال وصوالح وصوالح، كل شيء خرطي كل شيء خرطي كل شيء خرطي كل شيء خرطي، وهذا ما كان. وانا عندي ثقه فيك تاكيشي، عندي ثقه في مصطفى، نعرفكم، عندي بزاف اللي نعرفكم، ما يجيش واحد هنايا يدير لك فو كونت يقول لك يرمي لك الحجره في الصباط باش يحبط لك المعنويات. احنا عندنا ثقه في ولاد بلادنا، باسكو جدادك يا تاكيشي ولا جداد مصطفى ماشي حركه كيما المراكه اللي باعوا بلادهم، فهمت؟ انا عندي ثقه، كل جزائري عندي ثقه فيه، باسكو المروك تاع الخرطي تاع صهاينه من الاخر. وتحيه الجزائر، القفطان تاعنا يا خوتي ما لازمش يحبطكم المورال، داروا العفسه هذه بيسك طاحوا جوج عمارات في المروك، لازم يطلعوا لهم المورال، ما لازمش ينوض الشعب، ما لازمش يا خوتي، لازم تفهموا. وبنت ازوره اللي حكمت الاخر. وشكرا خوتي، وتحيه الجزائر، وتحيه العسكر، رانا واجدين باش نموتوا على بلادنا. شكرا خوتي. صحيتي يعني الله يسترك. رؤوف السلام عليكم. سلام خويا رؤوف، مرحبا العزيز. فيا مليح. وي 5/5. ياك يعيشك. شوف اخته، شوف خويا تاكيشي والاخوه وخصوصا خونا مصطفى، شوف خويا تاكيشي، انا ولد قسنطينه، ولما نحكيو على القفطان تسمى لنا حنا نحكيو على القنطره تاع القاطفه، يبارك فيك، نحكيو على القنطره تاع القاطفه، ونحكيو على الترزي، ونحكيو على تسمى كيما نقولوا حنايا صناعه تقليديه مشهوره من بكري. لو تسقسيه المغربي ولا المروكي تقول له ما هي اساسيات القفطان، معاه واه يعني تلبس القفطان هذا، ما يجاوبكش. انا نقول لك وبحث عليها وتلقاها. القفطان يتلبس مع المحزمه الدبلوني، الزامه دبلوني يسميوها الدبلوني، ما تجي مخدومه بالدبلوني لويس تاع بكري هذاك، تجي بالسخاب، السخاب هذاك اللي يجي يدلق ويجي عنده العنبره ويجي مداير بالعنبر يفوح منه ريحه العنبر. هذه هي اساسيات نتاعو. ومن الاصل نتاعو قبل ما يذبح الطول ولا قبل ما يشبحوه، باسكو هي القنطوره تاعو كتجي مطلوقه، لازم حاجه تشبحوه في المسلال قبل ما يزينوا له بالسخاب والمحزمه، يعني يحطوه على راس المراه التاج، فهمتني زين ماشي. لو تسقسيه تقول له الطاووس اللي رؤوف قالوا لك رؤوف بلسان رؤوف بلسان خاوتي اللي في لي كومونتير قالوا لك ما تحلبهمش ودبر راسك خويا. ما على باليش انايا كيما نقولوا حنايا، ما على باليش انا اسكو هذه المعلومات هذه راهي كاينه في العالم. اسمعني، اسكو هذه المعلومات هذه كاينه في العالم ولا كانش؟ ما كانش. خلاص ما تقولش رؤوف، ما تقولش خويا. لا ما جاوبناش باسكو راه يكسب بون. المهم تسمى لهنا حنا كي ندخلوا لليونسكو لما دخلت لها الجزائر وديكلارات ان القفطان هذا جزائري، عندها ادله تاريخيه وثقافيه عريقه قديمه، يعني مغروسه في ارض الجزائر، تثبت ان القفطان جزائري. لو نرجعوا للعهد العثماني نلقاو اول قاضي، هو يسميوه قفطان القاضي، نلقاو اول قاضي قابل الدايات ولا البحريه تاع تركيا، الاتراك لما دخلوا لهنا عندنا قابلهم بالقفطان حر. تسماني قد نعطيك في معلومات قيمه خويا تاكيشي. كون جيت تزور قسنطينه روح للمكتبه القديمه تلقى في السويق كاين المكتبه. علاش انا وين نسكن رؤوف؟ ادخل تما تلقى ناس. انا وين نسكن رؤوف ما نكذب على خويا، قسنطينه يعني في لا نوفيل فيل خويا. والله ما انا راني نسمع فيك تاكيشي. خويا تاكيشي راني نسمع فيك، تسمع فيا؟ الو تفضل كمل رؤوف. انا نسمعوا فيك تفضل.
يزيد فضلك. ما على باليش خويا طاكيشي من تسكن ما تسمى اول مره نطلع معاك، انا نتبع لي لايف تاعك بزاف، نتبع الفيديو تاعك بزاف، و سي دي زاني تسمى عندي امي يعني قديم معاك بزاف. انا والله ما على بالي خويا، اسمح لي على المعلومه هذه. اذا تولد قسنطينه روح للمكتبه القديمه في قسنطينه، فهمتني، ولا روح للقصبه ثاني منين المسجد تاع الباي اتاري تاعو هذاك، راح تلقى تما امور تصاور دم خلاص. في الوقت اللي دخلت فيه فرنسا كانوا النساء والرجال كل واحد سماو ستيل نتاعو، ستيل تاع نساء وحده وستيل تاع رجال وحده، يلبسوا القفطان. فهمتني؟ نزيدك حاجه، قفطان راسي منين زوه من ستيل تاع القفطان الجزائري القسنطيني الفارسي، يعني الفارس القسنطيني في وقت الدايات، ولا نقولوها حنايا يسميهم هذاك الوقت ماشي حراس الداي، كيما نقولو حنا الجمهوري نتاعو، كانوا يلبسوا القفطان بيطروان نتاعو، هما هزوه كستيل أغرو فيه زيري هذاك الوقت، ومشى ولاو كيما نقولو حنايا يخدموا بالستيل زيري، وهكذا في تلمسان وهكذا هكذا، وبقى يتنوع في المناطق اللي تاع الوطن. تسمى كيما نقولو حنا يزيدوا ليه حاجه ويدخلوها في القفطان. نقولو حنا اصل القفطان هو الاصل نتاعو، يبقى اصل القاضي قسنطيني. تسمى لهنا مدينه في عمرها 30 قرن، ما تقدرش تسرق تاريخها. حتى ولو كان قلت هاد الحاجه تاعي، لما يرجعوا للتاريخ القديم مدينة قسنطينة، إلا كان المملكة تاعو راهو يقول عندها 12 قرن، قسنطينة مدينة واحدة في الجزائر راهي قديمة على المملكة تاعك ب 18 قرن قبل ما تزاد انت. فهمني زعما صافي تسمى 18 قرن، والقاضي يلبس في القفطان قبل ما يوصل سنة كنت في 2025 تقول راهو مين. تسمى كاين عندنا امورات اللي ما نخافوش على تراثنا، اللي يخلينا كيما نقولوا حنا شخص واحد يطلع لنا اليونيسكو يقدم الملفات، يكفي ان بلا ما نديروا الهرج ونديروا البروباغندا تحت، يكفي انسان واحد يكفي انه يقدم الملفات يثبت انه هذه الحاجه لا صادقين عليها. فهمتني زين ما انا عندي واحد الفضول خارج القفطان وخارجه، قاعد نبحث في الجريدة الرسمية المغربية في العدد 6 لقيت في اللي في 13 جوع 1913 سلطان المغرب آنذاك استعان بالجيش الفرنسي والجيش الإسباني لمحاربة المقاومة في تارودانت. يعني هنا نخرج لك على السياق تاع الموضوع، خلاص خرج لك القفطان. يعني هل كان المغرب، هذا سؤال نسأله من مراركة، قبل أن يكون المغرب كان سلطنة؟ وهو خونا مصطفى معنا لهنا يبحث، يدخل الجريدة الرسمية المغربية يحط العدد رقم 6 هبط للفهرس تحته، إذا ركب الرقم يلقاه من تحته اللي هو 432 ولا 433، من بعد يطلع منين يجبد البي دي اف يلقى 13 جوان 1913 مع تارودانت. كيفاش سلطان المغرب يشكر في الجيش الفرنسي. لا في عجاله خويا باش نمد الكلمه للناس. ميرا انت كتقول شكرا سامحني، فهمتني. قلت على هذه المعلومه برك بحثها لي طاكيشي خويا، وماذا بيك تبارطاجيها لنا ودير عليها دي لايف باه نبينوا للعالم باللي الجزائريين عمرهم كانوا تابعين لفرنسا، بل كانوا اعداء لفرنسا 132 سنه. ومن هو الذي كان يحارب الجزائر ضد مع فرنسا ضد الجزائريين في شمال افريقيا؟ هذا ما كان. بارك الله فيكم وتصبحوا على خير خوتي. شكرا خويا رؤوف، تحياتي ليك. جماعه ما تخرجوناش على الموضوع، الله يستركم ربي يحفظكم. اسلام تفضل خويا.
اسلام. وي طاكيشي، السلام عليكم. هلا خويا اسلام. مرحبا. خوتي، لا الافكار راهم شويه متشتين، تما ماذا بكم تعرفوني شويه. خذ راحتك خذ راحتك. واحد دونك اولا نوجه نداء لخوتي الجزائريين، كيما نقولوا بزوج العفرانيه العباد اللهم زعما داير كيبان بليهم راهم معانا وهم كونطرنا جماعه اللهم يبدعوا في الناس، هادو ما ماذا بهم نقولهم يا خوتي اللي ما عندوش المعلومه ماذا به يحكم سابو، الله يستركم. ماشي حاب نسيت يديرنا مي كاين عباد كانوا شغل يبدعوا في الناس هكذا بك يهفوا فيهم يخرطوا كذا، هادو راهم يلعبوا كونطرنا ماشي معانا هكذا. حبيت تاني نوجه نداء ثاني للناس اللي تقاسوا بزاف. شوف خويا العزيز، المعروكي كيشوفك تبكي ماكش حتغيضو، بالعكس حيت يضحك عليك. واش عليه مالكي انت بالك اوف راك مقيوس، مي هما كيطلع تهضر هكذايا كيما يقولوا بلان بيبليك خاب الغاشي، ما تبينش الضعف ديالك هدايا هكذا. دونك غادي نغلق قوس صح. دوك نولي للموضوع. مصطفى خويا شوف ما نكذبش عليك، انايا نسيت نقرا هذا الدوسي تاعهم، ما فهمتش هذا السيت ثقيل ولا كونيكسيون عندي عيانه ولا عفس هكذا. مي هما دايرين بلي لوريجين تاعهم هذا القفطان هذا بلي لوريجين جا من العصر الموحدي هكذا. معنا بلي الموحدين كانوا سلاله في القرن 13 وقدموا دليل على اليوم الافريقي اللي عاش في القرن 16، يعني ما بين الموحدين يحكموا مده زمنيه طويله، ومن بعد المارينيين جوزوا مؤرخين كبار منهم ابن خلدون. عاش مثلا ابن خلدون اللي عاصر العصر كيما نقولوا حنا الماريني، وشاف عصر الموحدين ما تكلمش على القفطان مثلا في كاع الكتابات ديالو ماشي غير بفلوسهم. وكيفاش اليوم الافريقي هذايا ومعمر كارباخال هذوما كيفاش كيما نقولوا يحكيو على القفطان وما يذكروش اسمه، باسكو هما ذكروا توب قال لك حكى على القفطان. حتى كيفاش انسان كيما نقولوا يحكي على توب منتشر عندك منذ 3 قرون بابا ليبوك ديالو وما يجبش اسمه. يعني اليوم الافريقي كيجيب الكتاب ديالو اللي هو افريقيا، يحكي على البلاد، يحكي على الحيوانات اللي فيها، يحكي على الجبال اللي عندهم، على العادات، على التقاليد، على الهيويه، على بزاف امور. يعني يقول لك حتى كيما نقولوا السلام عليكم. هكذا. هذه وحده. حبيت تسمح لنا نطرح سؤال، علاش كيما نقولوا اليوم تاعنا كيقدموا اعتراض علاش ما ناقشوهمش في الجانب التاريخي؟ يعني المبروك هذايا عندنا في هذيك الكاسيون تاع اللجنه ما اللجنه تاع علاش ما الجانب التاريخي ما حكاوش فيه. هذه وحده. حبيت ثاني نبوزي ان كاسيون مصطفى باسكو كاين واحد اللقطه ويدور بزاف. دوك هذه الحكايه تاع لي من الفيديو بغا يدوزها طاكيشي على زعما نقولوا نشكروا المبروك اللي تنازل. هذيك الحكايه تاع نحاو مشترك وداروا كيما نقولوا حنا مونتاج. اسك هذه الحكايه راهي كيما نقولوا معانا ولا ضدنا؟ دونك هذا السؤال نوجهو باسكو يعرف شويه هذه الامور ونكتفي باش ما نحتاجش كلمه راني في القص ما نعاود نولي صح. مصطفى تقدر تجاوب خونا اسلام؟ معليش ريح خويا اسلام ومن بعد نروحوا لهشام بما انه رانا غير في 3 ولا في 4. شوف اخويا العزيز، انا كان ماذا بيا غدوه نهضروا عليها كي يخرج لو ديسكريبتيف فينال، راك فاهمني، غدوه في الليل يخرج باش يعني نحطوا اللفظ مباشره منتشر ما معناتها ومشترك ما معناتها، راك فاهمني. المشترك يعني راك تدخل فيه مشترك، والمنتشر يعني وصلك من جهه ولا وصل من جهه. منتشر زعما انت عندك حاجه نشرتها لمروك، نشرتها لتونس، نشرتها لليبيا. ولكن لو كان تاخذ رايي خويا العزيز غدوه ان شاء الله كي يخرج لو ديسكريبتيف فينال لو بي سي فينال تاع التصويت تاع اليوم، خاطش مازال ما حطوش، داروا برك اللي حطوه لمروك ما داروش التعديلات. ان نهضروا فيه باش الناس تفهم كامل السؤال هذا، لانه ما راكش الاول سالتني وما نقدرش نجاوبك هكذا مباشره، خير كي تكون الكاميرا مفتوحه باش يعني الناس كامل تفهم. هشام تفضل خويا هشام. نزيد فضلك بو. السلام عليكم، منورين خاوتي البث، منورين خاوتي المشاهدين. اوكي انا نشوف هذه سرقه تسمى جريمه وحد نفسها. السرقه هذه ماهيش من اليوم، هي من قديم الزمان تسمى السرقه من زمان. هذا هو هذه يدوها، واليوم راهم يسرقوا في التاريخ تاعنا وينسبوا فيه الامور. هو التاريخ بالعكس، لو كان نجيو نشوفوا التاريخ نعرفوهم هذوما ناس كانوا يلبسوا الخيشه وما نعرفوا واش كانوا، ما يعرفوا ياكلوا ما يعرفوا يلبسوا. لا العمران اليوم كيروحوا نشوفوا التاسيس تاع فاس. على بالي خندريشه والاخر. المهم هي الخيشه، هي الاصل، هي الخيشه الشكاره هذيك اللي كانوا يديروا فيها الحصاد والاخر الخيط اسونسيال. لكن نجيو نشوفوا المملكه هذه كي كانت
فاس كل الصناعات الحرفيه والتقليديه في الارتيزانا والاخرى كلها كانوا جزائريين، النحاس، الخشب، الاخرى، البناء، في كل شيء. علاش اليوم هما تلقاهم ثقافتهم قربيه لنا؟ ولو كان نجيو نشوفوا غير التاريخ هذا الحديث، ماشي التاريخ البعيد، التاريخ الحديث هنا ولليوم اللي الحاضر تاعهم هم مازالوا ساكنين في الطوب، هم ما يعرفوش يطوروا. هما اليوم هذا القفطان اللي نتكلموا عليه هذا، هل القفطان الجزائري هو نفسه اللي موجود ليه؟ بخصوا به هذا القفطان. اما كي تشوف القفطان المروكي خلاص تعرف نفسك، تعرف هذاك القفطان. حنا شوف كي عاد تاعنا، شوف الابداع وين يوصل القفطان. نقدروا ننافسوا دوك، حنا نقدروا نحطوا نديروا المقارنه. بالنسبه لي ما نقدروش نقارنوا لانه تشويه، لان القفطان عندنا حنايا قفطان حاجه خلاف، كاين في الفاخر وكاين في العوالي. في العوالي تقدر تانيك فيه بسمة عين، فيه بسمة عين وفيه افراح قلب. هذا العوالي تاعنا اللي مشوروا به نساوين اللي على قد الحال. اما لو كان نروحوا للفاخر انا تبان لي حتى العائله الملكيه ما يلبسوش، ما يعرفوش اصلا هما كيفاش يتخدموا كاع. انا واش راه نقول لكم، الجزائريين خاوتي هذوما اللي مازالوا يظنوا بلي هذوما ناس معاهم اخوه، معاهم ما تكلم معاهم بالعقل، راك لا جدوى انك تحاول العبث. ان هذوما ناس مسيطر عليهم الاميه، الجهل، الناس ما تعرفش تدي وتجيب في الحوار، وما يرتكزوش الحاجه اللي هي بيكون الكتاب ولا ما يعرفوا لا تاريخ ولا شيء. كلام الشوارع. انا نقول خاوتي مشكورين، مشكور مصطفى على كل المجهودات تاعو وكل حاجه. والناس اللي طلعوا يخونوا الاخر هذو ما نحسبهمش علينا، اللي طلع يخون ويقول له لا والاخر. يا خويا احنا هذا كانت عنده اضافه، كان عنده تنوير للاخر. احنا كي يخرج في كل شيء، في كل حاجه تخص الجزائر، ما يعجبكش حاجه ولادهم ولاد بلادك، هذا يحوس يوصل لك الصوره انت اللي ماهيش بينت لك فقط. احنا صافي بليزير كي نشوفوا ولاد بلادنا عارفين والاخر، احنا نضحكوا. بالعكس انا والله العظيم يا تركيشي غير صافي بليزير كي نجي لهنايا نجي نترشق، على خاطر على كل مره تبين الراي هذا العام تاعنا هنايا في الجزائر ما هو المروكي، حيث انه تشوف على بالك واش بان له راه يفهم وراه يعلم، وحنا بالعكس حنا نضحكوا عليه لانه السؤال يهرب من السؤال يراه منا ودي ظاهره عليهم. والحمد لله يا اخي اليوم حنايا هما منبطحين كامل، تسمى الغرب راه معاه هو وعميل وكل حاجه. احنا لابنا باللي المؤسسات الدوليه الكل تخدم في صالحه، لانه باع الغالي والنفيس، راح الغالي راح. لكم انا مشكورين ومرشي للكاست تاكيشي كل حاجه. صحيت خويا، صح العزيز. مرشي خويا تاكيشي. وي حبيت نزيد برك ملاحظه، بما ان كاين هضره على فاس. دقيقه واوي الله روح تفضل. فيت بالخوف. السؤال المروكي اللي يقول لك القفطان تاع فاس عندهم تاريخ، وعلاه يقولوا في التقنيات تاع الطرز واسمها صناعه الجزائري، بما انه قفطان علاج تاعهم القفطان هذا، وعلاه يسموه صناعه الجزائري. هذا ما شكرا الله يحفظك. اسلام وشو السؤال تاعك الثاني؟ السلام عليكم. تاكيشي انا خصي مصطفى قلت له حنا كاعترضنا علاش شغل كيما نقولوا حشرونا في هذيك زعما الزاويه بين الجزائر والجنة. قعدنا غير ما خلاوش نحكيو زعما على التاريخ، زعما ما خلاوناش زعما نبوزي دي كيسيون بلي حنايا عندنا هذا القفطان ها المواجهه تاعنا وانتم ما عرفتش شغل حشرونا باللي نتوما عندكم مشكل مع اللجنه، وقعدوا خلاونا غير حنا في اللجنه، ظهرونا في السياسه، شغل ديفياونا كيما نقولوا حنايا الموضوع. فهمني علاش شغل كيما نقولوا ما خلاوناش ندوزوا الموضوع. اسك الوقت ما اسلام لا اسلام تفضل. كي دير طعن انت ولا تعارض قرار، هذاك قرار اللجنه. الجزائر عرضت قرار اللجنه اللي سمحت للملف هذاك يمر للتصويت، فهمتني؟ على هذيك قعد لو ديبا بين اللجنه والممثلين الجزائريين، وكان وحتى اللجنه طالبت الجزائر يعني بادله، قال فاش ما عجبكش لي علاش ما يمرش. كانت فيه يعني حكايه انهم كان فيه طالب يعني لتغيير فقره وهما غيروه شكلا وموضوعا، فهمتني؟ واش لو ديبا يقعد بين اللجنه، خاطش خلاص يقعد بين اللجنه والبلد الممثل. شوف مصطفى انا على حسب واش فهمت، ما تقدرش دير ان ديبا مع المروك باسكو المروك سي ان كونديدا،